مشاهدين ديالي، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو ان شاء الله ويتلقاكم في احسن الاحوال. اليوم اختاريت انني ندير باناكوطا وتكون اقتصاديه وفي نفس الوقت سهله. المهم بالنسبه للمقادير اللي غنحتاجو في باناكوطا: 2 كيسان ديال الحليب ديال العنبه مع كاس ديال كريمه ديال الحلويات، عندنا هنا 2 ديال سكر فاني. الطبقه الثانيه غنحتاجو فيها الفريز، كاس ديال سنيده، عندي هنا النشا. بالنسبه للتزيين اختاريت انني نزين بالفريز وسيجار. ندوزو الطبقه الاولى اللي غنحتاجو فيها غنحتاج فيها 2 كيسان ديال الحليب، والكريمه ديال الحلويات، كاس كبير ديال العنبه. الا كانوا نتوما عندكم افراد العائله بزاف تقدروا تضاعفوا المكونات. ناخذ سكر فاني، درت سكر فاني. دابا غنديرو نشا، ناخذ ملعقه كبيره ديال النشا، الملعقه الاولى والملعقه الثانيه. بحال كل مكونات مزيان ونديروها في نار مهيله حتى يعقد لينا النشا والحليب والمكونات كاملين اللي درتهم. هذا هو الشكل النهائي اللي تحصلت عليه ديال الكريمه مع النشا والحليب، خصهم يجيو خاطرين بحال هكا. ودابا غنبداو نوزعوهم في الكويسات ديالنا. دابا نديرو الطبقه الاولى بحال هكا. القوام خصو يكون ثقيل شويه، هما من غيداروا في الثلاجه غيشدوا راسهم. سميتو كيزعل هذه هي الطبقه الاولى. نخليو شويه الطبقه الثانيه باش يجيو متساويين، باش تبان الطبقه البيضاء وتبان الطبقه اللي غنديروا فيها الفريز. بحال هكا. دابا نديرهم في الثلاجه يرتاحوا بلا ما حنا صايبنا الطبقه الثانيه يكونوا وجدوا. بالنسبه للطبقه الثانيه غنحتاجوا فيها الفريز، نحتاجوا فيها كاس ديال سنيده بحال هكا، ونحتاجوا سكر فاني. غنديرهم نار مهيله، ما نديروا ليهم لا ماء لا حتى شي حاجه، لان السنيده كتطلق الماء هي والفريز. نخليوهم حتى يختاروا شويه والسنيده تذوب والفريز يطيب، ومن بعد نزيدوا عليهم هنا 2 ملاعق ديال النشا. دابا نديروهم يطيبوا في نار مهيله حتى تبان لينا بدات كتطلق الماء. هو الشكل النهائي من بعد ما درتها طيب في نار مهيله ودرتها وطحنتها في الباطو وصافي. دابا غنديرها في الكاسرونه وغنزيد عليها النشا باش تعقد. ما زدت ليها لا ما لا والو. الفريز ما تزيدوا ليه حتى شي حاجه، غير سنيده يكفي، سنيده وفاني يكفي، لان هي تبارك الله صلات على النبي هي كتطلق ميها.
ها ومن بعد طحنتها وصافي. دابا غنزيد عليها النشا. دابا نزيد عليها 2 ملايق ديال النشا كبارين باش تعقد. نبقاو نخلطو مزيان حتى النشا كيذوب وكلشي. نديروها في نار مهيله. هذا هو الشكل النهائي. دابا نديروها في نار مهيله حتى يعقد لينا النشا. هذا هو الشكل النهائي يا البنات من بعد ما تحصلنا على الفريز اللي هذا القوام ديالو ثقيل باش يجي في الطبقه فوق من الطبقه الاولى يجي هو الطبقه الثانيه. نخليوه يبرد شويه ونجيبوا الكؤوس ديالنا ونديروهم في الطبق اللي يجي هو الطبقه الثانيه. المهم انا تحصلت بهذا الشكل درتهم يرتاحوا في الثلاجه حتى شدوا راسهم شويه. عاد كنزيدوا عليهم فريز. حاولوا بما امكن ان الطبقه الثانيه في كل شي حاجه بارده بحال هكا حتى يتبرد الطبقه الثانيه. عاد نديروها من الفوق منهم حيت الا كانت سخونه غتخسر لينا الطبقه الاولى. دابا غنبدا نزين الكؤوس ديالي بهذه الطريقه. بحال هكا نبدا شويه بشويه. دابا راه عندي انا الطبقه الثانيه بارده. هاي تبارك الله وصلت عندي. هذا هو الشكل النهائي ديالهم. نخليو حتى تبرد الطبقه الثانيه وتشد راسها مزيان عاد غنزينها. كملوا التزيين ديالنا. هنا جبت سيجار قطعته على جوج. عندي هنا الفريز على بركه الله. بسم الله.
وهذه هي طريقه التزيين ديالنا، تقدروا تزينوا نتوما باش ما بغيتو، حتى هكا صراحه كيجيو زوينين. بالصحه والراحه.